السلام عليكم، أحلى تحية حب لإحنا متابعين، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عندك ربع كيلو لحمة مفرومة هنشوف مع بعض نعمل إيه. إن شاء الله غدوة جميلة وسهلة وبسيطة بربع مفروم. طبعا إحنا عندناش بقت حاجة كلها إن شاء الله مش رخيصة. ربنا ييسر الأمور وييسر الحال للناس. هنعمل بقى نجيب كده ربع كيلو لحمة مفرومة اللي موجود عندنا وأقل من ربع مفروم. لو انتوا فردين أو 3 ممكن تقسمي الربع المفروم ده. تمام، حسب الأفراد الأسرة. ده الصينية دي تأكل ما شاء الله 6 أفراد يعني. حلوة جميلة ما شاء الله، يعني حلوة مش وحشة يعني. 5 6 كده. تمام، عندنا كمية بصل كويسة حلوة كده محترمة. ده ربع مفروم بس أنا لفاه يعني شكله كده يخمنا يعني. تمام، وبقى بصلتين كبار مع ان البصل برضو ما شاء الله في الطالع. بس هنحط التتبيلة بقى بتاعتنا. بس لازم ناكل يعني الحاجة عمالة بتغلى، بس طبعا لازم نعمل حاجات موفرة على قد ما نقدر. طبعا البابريكا على البصل. كمان اللهم صل على سيدنا محمد. الملح، الفلفل الأسمر، البهارات بتاعتنا السبع بهارات اللي احنا عاملينها في فيديو قبل كده بتدي طعم خطير للأكل. ملح طبعا هو الأساس بتاع الأكل، يظبط الأكل بتاعنا الملح. ف ونضيف بقى اللحمة المفرومة بتاعتنا. ضفت عليهم معلقة من الصلصة. ديت يعني إضافة من عندي، لو حابة حطيها لو مش حابة مش أي مشكلة. وممكن تضيفي كمان من عندك لو عايزة بقدونس مفروم. وشكله وطعمه حلو برضو، في ناس بتحبه. لو حابين تقطعوا أو تبشروا جزر الموضوع مع البصل. وكمان ممكن تضيفوا أو تبشروا كوسة. أقلب كويس جدا، أهم حاجة اللحمة تتداخل مع الخضروات. لو حطيتي بتكتري الكمية يعني، وبتدي طعم حلو جدا على فكرة. الجزر المبشور والكوسة المبشورة خطيرة جدا، بتدي طعم حلو أوي في اللحمة. أنا عندي هنا كوباية مية وعليها مكعب ماجي، وأنا عاملة لكم المكعبات الماجي في البيت برضو توفير. وكمان معلقتين 3 من الصلصة أو 4 حسب ما انت بتحبي صلصة تبقى. وعاملة لكم الصلصة بكذا طريقة الحمد لله، مش مخلياكم عايزين حاجة. أي حاجة تلاقوا على القناة. فلفل، ملح. وبعدين عمالين يقولوا لي انت بتتعبي نفسك ليه، مش عارفة انت تريحيش دماغك ليه، عم بتعملي فيديوهات ليه، بطلي. بقول لهم انا فاكرة يعني لو حد يستفاد مني حاجة واحدة حتى لو 1%، انا عندي بالدنيا كلها. احس ان انا افدت حد بمعلومة كانت موجودة عندي. يقولوا لي متتعبيش نفسك، ملوش اي لازمة اللي انت بتعمليه. يقولوا لي متتعبيش نفسك يعني. فانا بحب اعمل لكم حاجات يا رب تفيدكم. بنعملها كده بالشكل ده على قد البطاطساية. احنا قطع لنا بطاطس على قد، نقطعها شرايح كده ونعملها بالشكل اللي هتشوفوه. نعمل كل الكمية بقى زي ما انتوا هتشوفوا. اللحمة بتاعتنا اهي.
نعملها مبططة كده زي الطعمية مثلا، شكل الطعمية. فلافل دي عارفينها، فشكلها كده. انا عملت الصلصة زي ما وريتكم كده، الملح والفلفل والمية. لو في شوربة لحمة وشوربة حاجة موجودة عندكم ممكن تضيفوها، مكعب من الماجي لو مفيش شوربة، و4 معالق من الصلصة. وانا عامله لكم الصلصة زي ما قلت لكم. وبنعمل الكمية بتاعة اللحمة. انتوا كمان ممكن تعملوها زي كده على الطاسة وتحمروها، تبقى كفتة جميلة جدا بجد، خطيرة. تمام. وهتقولي بالزيت؟ لا مش بالزيت، هي حاجة بسيطة جدا في الطاسة وتحطيها فيها او تقلبيها. بص، بطاطس اهي رفع ده، تحطي هنا حتة لحمة حسب ما انت عايزة بقى تخن ايه، رفيعة تخينة. احنا هنحط كتير بقى عشان احنا عاملينها ببصل كتير. فعادي نعمل كتير اهو بالشكل ده فوق بعض كده. بس ممكن تحطي بقى اللي انت عايزاه، ممكن تحطي شرايح طماطم، ممكن تحطي شرايح فلفل، ممكن تحطي شرايح بتنجان، اللي انت عايزاه. بس انا عاملاها بطاطس النهارده فتبقى بطاطس كده كل كده. بص اللحمة اكتر من البطاطس. انا عاملة كبيرة اوي. كده ما قضيتش الصراحة اللحمة عشان حطيت حتت كتيرة، فايه في النص كده احنا المفروض نعمل برضو نفس القصة. بس انا ايه بقى، خد معايا بطاطس، خد معايا بصل وحاجات، فانا قلت احطها في النص تبقى شكلها حلو وطعمها برضو جميل، ومش هنرمي حاجة طبعا. شايفين الشكل ده. وهنحط عليها بقى كده ايه الصلصة، ونغطيها ونحطها في الفرن. آه، يعني تغلي كده 10 دقايق، وبعدين نشيل من عليها الغطا نسيبها تكمل سواها بدون غطا. تمام. اهم حاجة تغطوا الاول وتسيبوها كده 10 ربع ساعة متغطية. بعد كده نشيل على درجة حرارة 180 200، وبتسيبوها كده بالشكل ده. جميلة ازاي. طبق على الصلصة وندخلها الفرن. ندخلها الفرن وارجع لكم تاني لما تستوي. بصوا ما شاء الله خطيرة، ريحتها جايبة لاخر الشارع، ما شاء الله حلوة قوي. يا جميلة خطيرة، تحفة تحفة تحفة. مع شوية رز بقى حلوين، رز ابيض، اي رز بشعرية، حاجة جميلة قوي. رب تعجبكم كده وتجربوها. ونعمل معاها شوية رز بشعرية حلوين اهو. عملت لكم قبل كده رز في كذا فيديو. آه
سهل ازاي ما يعجنش معاكي وطعمه خطير. بصوا بقى الجمال والحلاوة ما شاء الله، طعم الكفتة باين فيها، خطيرة. البطاطس احلى من الكفتة كمان، من اللحمة يعني. اهي قمر قمر. بصوا حلاوة حلاوة، البطاطس بقت زي الزبدة معانا اهي. يا رب يعجبكم، متنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة، واستودعكم الله.